جماعة أنا عملت مفاجأة لماما وهي لسه ما تعرفش. ماما يا جماعة عندها تعب في رجلها وما بتقدرش تقف كتير، وغسالة الأطباق باظت، فيا عيني متعذبة، فجبت لها غسالة أطباق جديدة من LG بمناسبة عيد ميلادها وبمناسبة عيد الأم. فتعالوا نشوف ردة فعلها. ماما هسألك سؤالين، ايه أهم جهاز كهربائي في البيت بالنسبة لك؟ أهم شيء جلاية الصحون. جلاية الصحون. إيه. فاكرة لما غسلت الأطباق باظت أنا أسبوع مشلولة على الحركة، زعلت وأنا قررت أجيب لك غسالة أطباق هدية. أوكي بس كده؟ بس قلتيلي حلوة. اتحركنا ورحنا البيت عشان ماما تصدق. واخدينها عشان تصدق. فالغسالة اهي. أنا جبت لماما غسالة LG عشان عيلتنا كبيرة والغسالة 3 أرفف، ده غير إنها بتتوسع لفوق وتحت وفيها رشاشات مية على شكل مراوح بتوزع المية في كل الأطباق، حتى بتاخد الحلل والطاسات وبتعقم حاجة الأطفال، وحتى مكان المعالق بيتوسع وبتقدر تتحكم في مساحتها براحتها. من أكتر الحاجات اللي عجبت ماما إن الغسالة لما بتشتغل ما بتطلعش صوت عشان تقدر تشغلها بالليل، وفيها خاصية الحرارة الجافة، ده غير إنها بتغسل بالبخار، الأطباق بتطلع كأنها جديدة والحلل بتلمع والمعالق بتتنضف كويس، وماما مش محتاجه تقف كتير عشان الغساله بتشتغل من ابلكيشن ثينك يو وهي قاعده في مكانها، وبتفتح لوحدها لما بتخلص وما بتسيبش اي رطوبه. وماما في العزومات تقدر تشغلها على برنامج توربيني لمده ساعه واحده بس لو مستعجله على المواعين ومش عايزه مده طويله في الغسل. مش قادره اقول لكم من واحنا صغيرين ماما بتجيب LG في كل اجهزه البيت، التلفزيون والثلاجه والغساله. وما تنسوش ان دي احسن هديه لعيد الام، وحرفيا كانكم جبتوا ناني تساعدها في البيت مش مجرد غساله. وهتلاقوا كود خصم مخصوص ليكم في الديسكريبشن.